تخيل معايا كده انك عيل ملكش اي 30 لازمة، بس الحظ بيلعب معاك وبتنتقل لعالم تاني، ومن هنا بيبدأ الاكشن. بتبدأ قصتنا بجين وهو بيجي في مكان غريب وخلفه وحوش عجيبة بتطارده، وكان خلاص هيقع في ايدهم، بس بنت جميلة اسمها ميا سحبته جوه الغابة وكتمت نفسه. وبعد ما الوحوش اختفوا حاول جين يتباهى قدامها وقال لها ان هو كان ممكن يغلب الوحوش ديت لو ما كانش مصاب. وميا جت معاه في الكلام وسألته لو يقدر يحميها، فقال لها بثقة ايوه طبعا. ولما كانت هتمشي مسكها علشان يقول لها ان هو معجب بيها، لكن فجأة فتح عينيه ولقى نفسه مربوط في عمود وجماعة نازلين فيه ضرب، فبيتعصب عليهم جدا وبيتهمهم ان هم ضيعوا فرصته معاها، وبيهاجمهم واحد واحد وبيخلص عليهم. بعدها بشويه اثناء ما هو كان ماشي على الطريق شاف الفار اللي كان شافه قبل كده مع ميا، وفجاه عربيه نقل ظهرت كده من العدم وكانت هتدوس الفار، فجين انطلق علشان ينقذه بس وقع في الغابه بالغلط. ولما فاق لقى نفسه على مسرح وميا قدامه، فحاول ان هو يكلمها لكنها قالت له ان هي ما تعرفوش، ولما انطلق ناحيتها وقع من تاني. وفي اللحظه ديت واحد اسمه سيد استخدم جهاز غريب وكتفه، وبعدها ضربه بالقلم وحدفه خارج المسرح. وجين كان تايه ومش فاهم هو فين، لحد ما في شخص بيقول له ان هو في عصر الهاين. واثناء ما كان لسه بيحاول يفهم اللي بيحصل بيسمع انذار ان الضباب الاسود قرب ولازم الناس تخلي المنطقه ديت في اسرع وقت. لكن هو ملحقش يهرب وبيشوف بنت وسط الفوضى فبيجوا علشان يحميها، لكن البنت ديت بتتحول لتمثال. وكل الناس اللي حواليه حصل لهم نفس الكلام، وفجاه وحش ضخم بيظهر من العدم وبدا يدمر التماثيل ديت. وجين حاول يوقفه لكنه اتهزم بكل سهولة، والوحش بيحاول يخلص عليه، لكن فجأة ظهر آلي ضخم وأنقذه، وكان جواه ولد اسمه كين وبنت اسمها سيان. وبيقول الجين يسيب الباقي عليهم، وبعد شوية بيكونوا خلصوا عليه والضباب بيختفي. وواحد من غرفة المراقبة اسمه شادو افتكر جين وقال ان هو الشخص اللي وقع على المسرح، وبينتقل بينا المشهد لجيم. وكين وسيان بيذهبوا ليه وبيقولوا ان هما اللي كانوا داخل الآلي، بس جين بيتخانق مع سيان، وسيان بتكون متعصبة جدا لان جين كان معتقد ان هو هيهزم الوحش لوحده. فكين بيقول له ان ده مستحيل لان هو ما عندوش تقنيات الاونياجي. وقبل ما كين يكمل كلامه بيجيله استدعاء سريع. بعدها جين بيشوف ان البنت اللي حاول ينقذها لسه عايشه، فانشكح جامد كده وحس لاول مره ان هو عمل حاجه مفيده. واثناء ما كان ماشي بتظهر ميا فجاه وبتهاجمه، وده علشان بوظ حفلتها قدام مستشار الامبراطور. بس جين بكل بجاحه بيطلب منها ان هي تجيب له اكل، وبالفعل بتاخده معاها البيت. واصحابها بيكون عندهم شكوك ان جين جاي من عالم تاني، وده لان الضباب الاسود ما قصوش عليه. وبنعرف ان الوحش اللي طلع من الضباب ده واحد من وحوش الاوني، وحوش الاوني دولت بقى يا سيدي هم اعداء البشر وبيحاولوا يخلصوا عليهم. المهم ميا بتقول له ان هي عارفه ان هو عايز يرجع لعالمه، لكنه بيسكت شويه كده لان هو مش عايز يسيب المكان اللي اتجمعوا فيه اخيرا. بعدين ميا قالت له ان الاونج عارفين ازاي يرجعوه لعالمه، وجين بيفهم منها ان الاونج دولت هم اللي بيستعملوا الاليين اللي اسمهم الشيكيجامي. وبتكمل وبتقول له ان الاونج هم اللي بيتصدوا للاوني، وسيد اللي شفناه في اول الحكايه ده طلع في الاخر قائدهم. وتاني يوم الصبح جين شاف مستشار الامبراطور بيزعق لميا علشان الحفله باظت، فجين بيتدخل علشان يدافع عنها، لكن سيد وجنوده جم وقيدوه. وبعد شويه بيسيبوه وبيركبوا عربيه وبيمشوا، لكن فجاه الضباب الاسود بيظهر وبيبتلع العربيه، فجين مسك سكينه وجوه الضباب علشان ينقذ ميا. وفي نفس الوقت كين وسيان كانوا بيحاربوا الوحش جوه الضباب، الاتنين كانوا مشغولين في القتال، وجين بيحاول يوصل لميا علشان ينقذها. واما كين وسيان بيكونوا في موقف وحش جدا لان الوحش بدا يفتح بوابات حواليهم وبيهاجمهم من كل ناحيه. والوحش بعدها بيطلع شعاع طاقه ضخم علشان يخلص على الناس اللي محبوسين جوه الضباب، بس كين وسيان حدفوا نفسهم قدام الشعاع علشان يحموا السكان واتصابوا هم بدلهم، وده اضعف الشيكيجامي بتاعهم. والوحش بيهجم عليهم، لكن جين هجم عليه وهو ماسك السكينه وبيحاول يطعنه، لكن المحاوله باءت بالفشل. والناس اللي في غرفه المراقبه اتصدموا لما شافوا جين تاني جوه الضباب، وكانوا مذهولين ان هو عنده الشجاعه لقتال الوحش. وعند جين الوحش بيهجم عليه وبيحدفه بعيد، بس جين مش بيستسلم وبيبدا يشجع نفسه وبيتقدم ناحيه الشعاع اللي طلع من الوحش. وفجاه جين بيتحول ورفع ايده وجمع طاقه كبيره، ولما الوحش هجم عليه وضع عليه وحطمه. بعدين بيجوا بسرعه ناحيه ميا، لكن فجاه قلب الوحش بدا يتفاعل وبيجدد نفسه، وقبل ما يلحق يتحرك اتطعن من خلفه بمخلب الوحش الضخم وفقد وعيه. ولما فاق لقى نفسه تاني على نفس المسرح
المسرح وبيشوف ميا قدامه بصاله وهي خايفه وكأن الزمان بيعيد نفسه، وبيحاول جين يعمل اي حاجه ولكن بيكون مقيد، وبعدها بيحبسوه في زنزانه. ولما السيد ظهر جين نداه باسمه علشان يثبت ان هو يعرفه، كمان حكى له عن معركته مع الوحش في الضباب، بس محدش صدقه، فقال لهم ان هو عايز يحارب واحد من الوحوش بنفسه علشان يثبت صحه كلامه. وبالفعل خلوه يقاتل واحد من الوحوش، بس بعد نص ساعه ما قدرش يطلع باي قوه، فقال عليه ان هو شخص كذاب ومالوش اي 30 لازمه، وبيطلعوه من المكتب. وجين بيجوا في الشوارع وهو مصدوم، ولما عدى جنب المسرح اتفاجئ ان هو لسه بيتبني. صدمه بكل المقاييس، معنى كده ان جين وجع بالزمن فعلا. وفجاه ميا ظهرت من خلفه واتكلمت معاه بطريقه غريبه، وبيسالها لو المسرح ده كان موجود قبل كده، فبتقول له ان المسرح ده لسه بيتبني، وبتكمل كلامها وبتقول له ان مستشار الامبراطور هيجي يتفرج على الحفله بتاعتها. والكلام بيشد انتباه جين وسالها عن ميعاد الحفله، فميا قالت له ان هي بعد اسبوعين. فجين بينحنوا قدامها وبيقول لها ان هو هيحميها المره ديت، فميا بصت له باستغراب كده كانه مجنون. بعدها جين بيمشي وبيكون متحمس جدا ان هو يزود قوته ويحمي ميا، لان هو عارف ان موتها بيحصل بعد الحفله بيوم، فهو لازم يكون اقوى قبل الوقت ده علشان ينقذها. بعدها بيتوجه لسيده ويطلب منه يعلمه تقنيات الاونجي علشان يبقى اقوى، والسيد كان متردد في الاول، بس جين عرف يقنعه وقال ان هو شخص عنده موهبه، فبيوافق وبيقول له ان هو هيديله اسبوع واحد علشان يطلع قوته. بعد كده جين لقى نفسه في فصل واحد مع شينو زميل شادو اللي بيكون هو المعلم بتاعهم، واول محاضره بتكون ممله جدا، وشادو بيقول ان الاونجي بيستخدم الطاقه الروحيه للتحويل ل5 عناصر، وهما النار والميه والمعدن والارض والخشب، وكل عنصر فيهم بيدي تاثير مختلف. وقال كمان ان كل الناس عندهم طاقه روحيه، بس التحكم فيها محتاج سنين من التدريب، وكل ما الطاقه ديت تزيد كل ما الشخص هيكون اقوى. والمحاضره ديت كانت ممله جدا لدرجه ان جين قوى بينام، فطلب منهم يدخلوا في التدريب العملي، وشادو بيوافق وبيديله لعبه صغيره اسمها وعاء الروح علشان يتدرب بيها، وقال له يحاول يحركها باستخدام طاقته الروحيه، وده هيبقى اول خطوه علشان يقدر يتحكم في الشيكيجامي. وجين ما كانش فاهم، فشادو بيوريله جهاز شبه جوانت كده وبيلبسه علشان يقدر يتحكم في طاقته الروحيه، وبالفعل بيقدر يتحكم فيها وبيتحكم في اللعبه وبيحركها زي ما هو عايز. وبعد ما جين شاف الطريقه ديت شادو وشينو مشيوا وقالوا ان هما يتقابلوا لما ينجح، وجين كان متحمس جدا وفاكر ان هو هيخلصها بسرعه، بس لما فشل طول اليوم وما قدرش يعمل اي تقدم. وفي الاخر كان بيشوف جين وهو قاعد محبط كده، فبيساله ايه اللي جابه القاعده بعد ما سابوه يمشي، فقال له ان هو عايز يقوي نفسه علشان يقدر يحمي اللي يعزه. والكلام ده عجب كين جدا، فحط ايده على جين كده وقال ان هو ما عندوش الحد الادنى من الطاقه الروحيه اللي تاهله يتحكم في الشيكيجامي، بس بيوعد ان هو هيساعده يتحكم في طاقته بالعافيه. وجين ساله اذا كان ده هيخليه اقوى، فكين قال له ايوه بس لازم تبقى جامد وتحمل الالم. وجين قال لكين بثقه ان هو عنده شجاعه كفايه يستحمل اي وجع، وطلب منه يستخدم اقصى قوته. وكين اطلق طاقته الروحيه في جسم جين، فموجات من الالم دخلت جسمه كله، بس جين طلب كمان. وبعد كده بالليل جين راح شقه كين وقال له ان هو عايز يبات عنده، وكين وافد في الاول لكن جين هدده وقال له لو وافد هيبات عند ميا. وطبعا جين كان عارف ان كين معجب بميا، فاستغل النقطه ديت لصالحه، وكين اضطر يوافق علشان يمنع جين من القرب منها. وجين دخل المطبخ وعمل اكله شكلها يفتح النفس كده، وسيان انضمت ليهم على السفره، وكين وسيان كانوا متاكدين ان الاكل هيبقى زباله، لكن من اول لقمه خلتهم يبقى في قمه النشاط. وبعدها سيان بتمشي، وجين حكى لكين ان هو عنده قدوه يوجع بالزمن، وان هو بيحاول يبقى اقوى علشان يمنع موت ميا. وكين ما كانش مصدقه في الاول، لكن جين عرف يقنعه واتفقوا يتدربوا سوا. ومن اول يوم تدريب كان جحيم على جين، وسيان كانت بتتفرج من بعيد. وبعد 3 ايام جين قدر يستخدم اول تقنيه من تقنيات الاونجي اللي بتخليه يقوي جسمه، وجين كان طاير من الفرحه وقال ان هو عايز يتعلم كل التقنيات ديت، لكن كين قال له يهدى على نفسه شويه لان الموضوع بياخد سنه على الاقل علشان يبقى خبير في استخدامهم. وجين رفض الوضع ده تماما لان هو لازم يحمي ميا بعد اسبوع واحد بس. وسيان بدات تحس بالغيره من جين علشان بيقضي وقت كبير مع شريكها في الشيكيجامي، وواجهت كين بالكلام ده وسالته ليه بيدربه من الاساس. بعدين ظهر الضباب الاسود في المدينه، وجين طلب يشارك في المهمه، بس كين ضربه وخلاه يفقد الوعي. ولما فاق سال عن الضباب، وكين قال له ان هو وسيان خلصوا عليه، فشين اتعصب وساله هو ليه منعه من القتال. فكين خده على منطقه فاضيه كده ومليانه بالانقاض، وجين ساله عن المكان، فقال له كين ان ديت علامات ساحه معركه ظهر فيها ضباب اسود زمان وخسروا المعركه ضد الاوني، ووقتها كين كان لسه مبتدئ وشويكو اللي كان خبير وهو اللي ضحى بنفسه علشان ينقذه. وقال له كمان ان لما بيخسروا معركه ضد الاوني كل حاجه في نطاق الضباب بتختفي وبتتحول لارض ميته. وكين قال
قال له ان هو كمان عايز يحمل اللي عنده زي ما جين عايز يعمل كده، لكنه حذره ما يدخلش في طريقه والا هيخلص عليه. وبعد الكلام ده جين اختفى وبدا يتدرب لوحده في السر. وبعد ايام الضباب الاسود رجع تاني في المدينه، وسيان وكين دخلوا المعركه مع الاوني، بس الوحش غلبهم وسيان اضطرد اتبوه وسابته لوحده يواجهه. ولما كان حس ان هو خلاص هيموت بيضحي بنفسه وحول كل طاقته روحيه للشيكيجامي وبيندفع على الاوني. بس قبل ما يضربه جين بيظهر في اخر لحظه وبيصنع جدار ضخم من الطاقه الروحيه وبيحدف كين خلفه وقال له ما يضحيش بنفسه. وكين اتصدم ان هو شايف جين قدر يستخدم قوته فعلا، وجين بدا يقول كلام غريب عن عيلته كالعاده. وكين اتجاهل الهوي ده وقال له ينضم ليه جوه الشيكيجامي علشان قوتهم تزيد. وجين وافق واندمجوا جوه الشيكيجامي، وجين بدا يسيطر عليه بنفسه وبلكمه واحده قويه حطم الوحش. وبعد المعركه سيان بتكون متضايقه لان جين اخذ مكانها، وفي اللحظه ديت سيد جه لجين وقال له ان هو هيديه فرصه ما كانش يتخيلها. وبعدها سيد نظم له معركه تدريب ضد 2 من المحاربين الكبار واسمهم كاجيكي وزيو، وقال ان هو هيتقاتل معاهم هو وكين كفريق. وفي نفس الوقت شادو كان بيحقق في اصل جين لكن ما وصلش لاي حاجه، لكنه بيلاحظ العلامه اللي على ايده واللي هي نجمه البلوفلاور اللي بتتولد مع كل مواطن في عالم دينجي هاين. وفي المعركه التدريبيه جين وكين اظهروا تناغم قوي جدا وقدروا يهزموا زيو. وسيان بحقدها راحت لكاجيكي وقالت له يتعاون معاها علشان يواجهوا جين وكين. والسيد كان مبسوط جدا لان هو شافها مواجهه من اقوى 2 من المرشحين. وسيان فعلت الشيكيجامي بتاعها لاقصى طاقه وبدات توجه وكالات سريعه جدا على جين وكين. ولما شاف كين ان هي بدات تاخد الافضليه بدل اماكنه مع جين وسيطر هو على الشيكيجامي وقدر يصد هجومها ويفضي طاقتها، لكن بدل ما يخلص المعركه ويفوز انسحب فجاه. والانسحاب ده خلى شادو وسيد مش قادرين يعرفوا حدود قوه جين الحقيقيه. بعد كده كين قال لسيان ان هي حوا تعمل شراكه مع كاجيكي لو عايزه بما انهم متفاهمين اكتر. الكلام ده استفزها جدا بخصوصا ان هو انسحب من المعركه. وفي العشاء مع ميا وفوقها جين قال لهم ان كين مش معاه النهارده لان هو بيتدرب علشان مسابقه اختيار الخماسي وديت اعلى رتبه ممكن يوصلها الاونياجي. بس جين ما كانش مهتم بده خالص لان هو كان كل هدفه من البدايه ان هو يبقى اونياجي علشان يحمي حبيبته ميا. وطلب من ميا ان هي تخرج معاه اليوم اللي بعد عرضها المسرحي، بس ميا قالت له ان هي ممكن ما تقدرش علشان عندها عروض تانية متكرره. فجين فضل يتوجهها ان هي تعمل استثناء المره ديت، بس ميا قالت له ان هي بتغني علشان ترفع معنويات المحاربين وان هي واخده دورها بجديه. وجين فهم ان طلبه ممكن ما يتحققش فقال لها انه هيفضل يحميها حتى لو ما كانوش مع بعض. وفي التدريب اللي بعد كده سيد قال لكين ان هو هيضرب جين باقوى طاقه عنده، والكل اتصدم لما سمع كده. وسيد وضح ان هما بيحاولوا يصحوا قوه جين اللي بتظهر بس في مواقف الحياه والموت. وسيد طمنه وقال له ان شينو هينقذه لو ما قدرش يتحمل الالم. ودخل الحلبه وكين ضرب جين باقوى ضربه عنده فعلا، وجين صرخ من الوجع والطاقه كانت بتمزق جسمه حرفيا. وشينو كان شايف ان هو مش هيقدر يستحمل وعايز يوقف الهجوم، بس جين صرخ وقال له لا ما توقفش لان هو قادر يستحمل. والمفاجاه فعلا ان هو قدر يتحمل الضربه وفي الاخر صدها كمان. بعد كده سيان سمعت سيد وهو بيتكلم مع شادو عن جين ان هم ممكن يخلوه خبير من الدرجه الاولى. فسيان اتعصبت وجريت من الغيوه. ويوم العوده كين قال لجين ان الناس بتعتقد ان الأونج بيظهروا علشان ياخدوا البشر كغذاء لعالمهم. وفجاه من غير اي مقدمات جين وقف في نص المسرح وجرى ناحيه المدينه وقال للناس يجوا علشان الضباب الاسود جاي. والكل وحتى كين افتكروه مجنون لحد ما الضباب الاسود ظهر فعلا. وجين جرى وانقذ البنت الصغيره اللي دايما بيشوفها. وتاني يوم كين راح لسيد المكتب بتاعه وقال له ان جين توقع الضباب قبل ما يحصل، وقال له كمان كل الكلام الغريب اللي جين كان بيقوله قبل كده وما صدقوش، لكن دلوقتي بقى مؤمن بيه بعد اللي حصل ده. وفي نفس الوقت جين كان بيحاول يحرك اداه روحيه، وسيان ظهرت فجاه وقالت له عايزه تتقاتل معاه 1 ضد 1 من غير ما يستخدموا قواهم. وجين بيوافق خصوصا ان هو فاضي شويه قبل العرض. وسيان قالت له ان اللي هيقع على ركبته او على ظهره الاول هو الخسران. وفي نفس الوقت المستشار الكبير بعت حد ينادي ميا علشان يمدحها على العرض الجميل اللي قدمته. واما جين كان صعب عليه يلاحق حركات سيان السريعه وكل شويه كانت بتضربه جامد، بس هو رفض يقع على ظهره مهما حصل. وسيان كانت بتضربه وهي فخوره بمهاراتها وبتقول له ان هي عندها احسن تكنيك في المنطقه، وقالت ان هي لازم تبقى الافضل في كل حاجه علشان تبقى قادره تقف جنب كين. وجين لاحظ ان هي طول القتال بتتكلم عن كين فاستغل ده للحظه واستناها تغلط، وبعدين ضربها بنطحه قويه خلتها تقع على ظهرها. وبكده جين كسب في القتال بضربه واحده بس. بعدها قال لسيان ان هي تساله بصراحه عن اللي مضايقها. وفجاه الضباب الاسود ظهر وجين جوه ناحيته واتفاجئ لما شاف ميا بتجري في الشارع رغم ان هي المفروض دلوقتي تكون على المسرح. وقبل ما يوصل لها الحاجز اتقفل. وقتها شاف عربيه السحاب دخلها وشاف فيها سيان وكرات
الاستغاثه، وسيان قالت له ان كين اتحاصر جوه الضباب، فسيان اقترحت ان هما يستدعوا الشيكيجامي ويحاولوا سوا، وجين وافق بس قال لسيان ان هو لازم هو اللي يتحكم لان هو لازم يحمي ميا مهما حصل، وجسد ميا كان خلاص هيتسحق تحت الاوني، لكن جين وسيان وصلوا في اخر لحظه، وجين وكل الاوني بعيد بس الاوني على طول فتح بوابات وهاجمهم من الخلف، وجين كان بيقاتل وبيحاول في نفس الوقت يحافظ على ميا بامان، لكن الاوني حصوهم في مكان مقفول ومحاط بالبوابات، ونفخ نار على الشيكيجامي ودمر نواته، وسيان قالت له ان الشيكيجامي خلاص هيتعطل وان هم لازم ينسحبوا، بس جين رفض يشوف ميا بتموت تاني، واصراره على حمايتها خلى قوته تظهر من تاني، وغير شكل دراع الشيكيجامي وصد هجوم الاوني، ولما كان خلاص هيمسك الاوني اختفى في البوابه وظهر وراح علشان يطعنه، بس جين كان متوقع الحركه هو وقفها بسهوله ومسك نواه الاوني وسحقها ودمره تماما، وبعد ما الاوني اتهزم الضباب اختفى، وجين اتنفس استعضاء وهو شايف ان هو انقذ ميا، بس بعدها سيان خرجت من الشيكيجامي وجين فقد وعيه، فجأة اتحول وبقى هائج وسيطر على الشيكيجامي وبدأ يهاجم المدنيين ويدمر المباني، وسيد تدخل بسرعة واستدعى الشيكيجامي تاني علشان يواجه جين، ووقف فوق السطح وهو بيتحكم في الشيكيجامي بتاعه في القتال ضده، وبفضل خبرته اكتشف ان جين بيستمد قوته من جزيئات العالم، فاستغل ده لصالحه وحبسه في مجال طاقة لحد ما خلاه يفقد شكل الشيكيجامي، وسيد لاحظ ان جين ما استخدمش اي تقنية اونجي لكنه استخدم قوته الخاصة، ولما جين فاق لقى نفسه في اوضه وشادو قاعد بيواقبه، ولما اتاكد ان هو رجع لطبيعته نادى ميا والباقيين يدخلوا، وميا شكرت جين علشان انقذ حياتها وقالت له ان هي سمعت ان هو رجع بالزمن مخصوص علشان ينقذها، وقبل ما جين يبدا يتمنظر سيان دخلت في النص وقالت له ايه اللي حصل بعد ما فقد وعيه، وجين اتصدم لما شاف الخراب اللي عمله في المدينه، وبعد كده في اجتماع مع سيد قال له ان هو لسه مش عارف يتحكم في قوته، وساعتها قال له ان هو ناوي يستخدم قوته في احتفال الفوضى المئوي، وجين ما فهمش قصده فشادو شوح له ان كل 100 سنه الحاجز بين عالمهم وعالم الاوني بيضعف، وساعتها البشر بيهاجموا عالم العدو علشان يدمروا اقوى الاوني، وبيختاروا 2 من ال5 نجوم علشان يستدعوا اقوى الشيكيجامي ويخوضوا 7 معارك، ولو كسبوا السلام بيفضل في العالم 1000 سنه كمان، وجين سأل سيد لو كان هيبقى من ال5 نجوم دولت، بس سيد قال له لا هو اللي هيبقى مسؤول عن الربط بين العالمين، بعدها عرض عليه يبقى هو واحد من ال5 نجوم، ورجع جين البيت وقال لي كده عن اللي حصل اللي اتصدم وهو بيشوق من المفاجأة، وجين طمنه وقال له ان هو مش ناوي يقبل العودة علشان خايف يخرج عن السيطرة من تاني، وكين سأله لو ناوي يرجع لعالمه بس جين قال له ان هو مش عارف ازاي، بعدين راح المدينة يعتذر للناس عن اللي عمله في ممتلكاتهم وهو فاقد السيطرة، والناس بدأت تتريق عليه، لكن سيد ظهر وقال ان هو كمان مسؤول لان هو اللي عينه اونجي، والاتنين اتأسفوا للناس وبدأوا يصلحوا كل اللي باظ، وجين قال لسيد يستخدم قوته علشان يخلص في اسرع وقت، بس سيد قال له ان هو لسه تعبان من المعركة اللي فاتت، وبدأ يحكي له قد ايه هو بيحب يشتغل مع اهل المدينة وان ده هو الرابط الوحيد اللي مخليه عايش طول السنين ديت، وجين اتصدم لما عرف ان السيد عايش بقاله 1000 سنة وان هو بيحاول يستخدم قوته في الخير. بعد شوية ميا جت ودعته يخرج معاها تاني يوم ويشوفوا المحلات الجديدة، وجين وافق على طول لان هي بالنسبة له خروجه شبه موعد غرامي، وهو مش عارف ان كين بيتجسس عليهم. وتاني يوم بالليل جين راح يقابل ميا لكنه اتأخر شوية، ولما شافها لابسة طقم جميل كده انبهر بيها، وميا قالت له كعقاب ليك على تأخيرك لازم تكسب اللعبة اللي جاية دي، وجين مسك القوس واستعد بس كين كان مستخبي وبدأ يبوظ الهدف، فجين فشل فبيحس ان في حاجة غلط، وفعلا راح يدور ولاقي كين مستخبي ورا اللعبة، وميا افتكرت ان كين وسيام مرتبطين بس هو بسرعة نفى الكلام ده، وده طبعا لان هي مش عارفة ان هدفه يخرب خروج جين. وفي الاخر الاربعة خرجوا سوا كأنهم في موعد مزدوج وهما بيستمتعوا، فرقة ميا جت عليهم وقالوا لها ان ميا تم اختيارها علشان ترقص في احتفال الفوضى المئوي اللي هو احتفال بيعملوه اهل المدينة علشان يودعوا ال5 نجوم اللي هيحاربوا نيابة عنهم. بعد كده ميا سألت جين لو ناوي يرجع لعالمه لكنه قال لها لا، وده لان هو ما عندوش حد هناك لانه هو فقد اهله منه وهو صغير، والناس كانت بتتريق عليه علشان شكله، بس هنا في العالم ده عنده هدف يعيش علشانه، وحس ان هو اتولد علشان يحمي الناس، وكلامه اثر في كين اللي كان سامعهم. وبعدها اتعلن ان كين وجين تم اختيارهم من ضمن ال5 نجوم اللي هيهاجموا عالم العدو، وكين راح يطمن سيان اللي كانت زعلانه ان هي ما تمش اختيارها. ويوم الاحتفال جين عرف ان الشيكيجامي العظيم هيستمد قوته من باقي الاوني وهيحول الاتنين لشخص واحد ضخم قبل ما يبدا القتال، وميا طلعت تغنى على المسرح ومع غنائها سيد فعل الجسر اللي بيربط بين العالمين، وجين وكين اندمجوا في الشيكيجامي العظيم وباقي المحاربين بداوا يمدوهم بالطاقه، وجين ضرب اول ضربه جامده رجعت الاوني للخلف، بس كين قال له يخلي باله لان هم لسه مش عارفين حيله. وفي المعركه جين لاحظ شويه بلورات متجمعه، وساعتها الاوني استخدم تقنيه قويه اسمها ال7
خطوات وزود بيها قوته، وجين حاول يصد الضوبة بس انفجار الموجة الصدمية كان ضخم جدا، ولما الغبار اختفى كان جزء كبير من جسم الشيكيجامي اختفى، وجين وكين اتصابوا جامد بس كين قرر يضحي بنفسه. وقبل ما جين يعترض سيد طياره بره الشيكيجامي، بعدين كين مسك الاوني وفجر الشيكيجامي بنفسه، بس حتى كده ما كانش كفايه، والاوني مسك جسده وضغطه قدام الكل وسحقه، وبعدها كمل تدميره في بقيه المدينه. وجين جرى على سيد وقال له يعمل اي حاجه، بس سيد قال له ان مفيش حاجه يقدر يعملها علشان ينقذ العالم ده. بعدها الاوني داس على سيد وجين وكل اللي حواليهم، وجين كان جسمه مليان حديد داخل فيه وفقد وعيه من تاني، وكالعاده فاق وهو على المسرح وميا واقفه قدامه. جين دخل في حاله ياس وبدا يعيط بحقه، وهو بيقول لميا ان هو فشل في حمايتها تاني وزي كل مره وبطوه، بس المره دي باين عليه الغضب بجد، وطلب منهم ياخدوه للسيد وكين بيوافق. ولما جين واجه سيد قال له اخر حاجه اسمعها منه، فسيد وكل اللي حواليه اتلخبطوا كده، وجين اتعصب وقال له ان ديت حاجه قالها في المستقبل، وكان متاثر جدا ودموعه نازله، وبدا يزعق في سيد علشان استسلم وضيع الامل في الاونياجي وعصر الهاين. بس السيد انكر وقال له ان كل اللي هو عايزه هو ازدهار عصر الهاين، وجين بيتعصب وحاول يهجم عليه، بس شينو ضربه وقعه على الارض وحاول يخلص عليه بضرب الطاقه. ولما الدخان اختفى جين كان اختفى، وشادو امروا ان هم يدوروا عليه، وهو مستخبي في الزقاق سمع صفاره الانذار اللي بتعلن عن ظهور الضباب الاسود، وقام بسرعه وجرى ناحيه المكان، لكن قبل ما يوصل رجليه خوت وقع على الارض، وشاف زيرو وكاجيكي داخلين الضباب علشان يحاربوا الاوني، وبعد لحظات الاتنين خسروا واتدمروا تماما. وجين بص في رعب وهو شايف المنطقه كلها بتتبلع، وانفجار الموجه ومها على الارض وخبط دماغه وفقد وعيه. وبعد 3 ايام فاق في بيت ميا، وطلعت هي اللي لقته وجابته عندها وسالها عن ميعاد عرضها المسرحي، فقالت له ان هو كان من يومين، فاتصدم وسالها لو المستشار استدعاها، قالت له ايوه بس انا اجلت الاجتماع علشان كانت بتعتني بيه. وجين استنتج ان هي ملحقتش تشوف الضباب الاسود علشان كانت معاه، وخاف ان هو يغير المستقبل، وسالها هي ليه بتعتني بيه وهي اصلا ما تعرفوش، فقالت له ان هي شافت صدقه لما كان على المسرح وهو بيعيط وبيقول ان هو فشل في حمايتها. وجين قال لها ان هو عايش في حلقه زمنيه بس زي غيرها ما صدقتهوش. وفي نفس الوقت شادو وشين وقالوا للسيد ان هم عرفوا مكان جين، والسيد قال له ما يقبضوش عليه لانه كل اللي عمله ان هو حاول يضربه بس مش اكتر. وفجاه الضباب الاسود ظهر من تاني، وايدين جين بدات ترتعش وما قدرش يدخل الضباب، وبدا يسال نفسه لو هو فعلا فقد ثقته في نفسه وبقى خايف. بعدين سمع من ميا ان الاونجي خسروا المعركه تاني، وان هم بقالهم فتره بيخسروا، فبيتصدم كده وبيفتكروا ان الاوني بقى اقوى عبر السنين، وطلع فوق السطح وبدا يتدرب علشان يرجع ثقته في نفسه. وحكى لميا اللي بيواجهه، فقررت تساعده، فقالت له ان هي كمان بتخاف قبل كل عرض، لكنها لقت طريقه تتغلب بيها على الخوف، وطلعت قناع ياشا وقالت له ان هي بتلبسه قبل العرض وبتركز تفكيرها، وساعتها بتحس ان هي بقت مغنيه ل1000 سنه واللي جواها امكانيات بتتفتح. وميا لبست القناع وقدمت عرض قصير وكده قدامه علشان ترويه، وهو بيكون واقف مبهور بجمال حركتها، وبعدين ادت له القناع علشان يجرب، فبيتنفس بعمق. فسالته ميا اذا كان بدا يحس بتاثيره، بس بدل ما يركز قال ان القناع ريحته غريبه وشكله بدا يتخيل حاجات سخيفه عنها، ودمه نازل من مناخيرها. وفي المقر اكتشف ان الاون اللي بيحاربوه بيستخدم تقنيات تجميد بس بيمزجها بهجوم نفسي بيطلع خوف خصومه، وده اللي مخليه يهزمهم بكل سهوله. والسيد قال ان هو غالبا نفس الاوني ده هيظهر في الضباب الجاي، وطلب من كين وسيان يحاربوه لان هو مش قادر يستخدم قوته دلوقتي. وفي الوقت ده جين لسه بيتدرب على السطح وهو لابس قناع ياشا بس مفيش اي تقدم. وميا قالت له ان هو يمكن بيفكر كتير، ونصحته ان اهم خطوه هي الخطوه الصغيره اللي بياخدها، وقالت له ان كل اللي محتاجه هو ان هو يكمل ياخد خطوات بسيطه واحده والتانيه، وساعتها هيظهر جين الالف اللي جواه. وفي اللحظه ديت سيد كان بيراقبهم من بعيد، وفجاه ظهر الضباب الاسود في نفس المكان اللي فيه جين، وقال لميا تهرب على مكان امن، وهو بيقرر يستخدم الضباب كاختبار لثقته في نفسه، ودخل جوه الضباب واتحبس جواه مع الاوني. ولما لقى نفسه واقف قدامه بدا جسمه يوجف من الخوف، وجين حاول يتغلب على خوفه وهاجم الاوني في وشه بس ما قدرش يفعل قوته وضربه بلكمه عاديه خالص، والاوني ضربه ضربه قويه جدا، وبعدها استخدم عليه الهجوم النفسي بتاعه. وقبل ما تاثير القوه يشتغل عليه بالكامل سيان وكين وصلوا علشان يواجهوا العدو، واثناء القتال سيان قالت ان الاوني بيستخدم هجوم نفسي، وساعتها جين فهم ان التلج اللي على ايده ده مش عادي، ده خوفه اللي بدا ياخد شكل حقيقي. والمعركه خدت منحنى خطير لما سيان وكين اتصابوا بضربه من الاوني، وبدا الشيكيجامي بتاعهم يتجمد، وجين حاول يدخل المعركه لكن هو كمان اتجمد بعد ما اتضرب. ولما كل حاجه كانت بتنهار جين افتكر النصيحه المهمه اللي ميا قالتها له، وبدا يسترجع ثقته في نفسه، والاوني نط عليه وسحقه بسلاحه، وكل الناس افتكروا ان جين خلاص ميت. لكن لما الدخان
اختفى كان جين واقف ومتحول بالكامل، وضرب الاوني ضربه واحده بس طيرته بعيد عن المكان، وتحوله صدم الكل وحركته بقت سريعه جدا وبيلف حوالين الاوني وهو بيضربه من كل ناحيه. والاوني حاول يستخدم الهجوم النفسي تاني عليه بس ما اشتغلش، وجين نط عليه علشان يضربه بسلاحه، والاوني رفع سيفه وبدا يصد الضربه بس سلاح جين عدى من خلال السيف وسحقه. وبعد المعركه جين جوه ومشى من غير ما يدي سيان وكين فرصه يتكلموا معاه. وفي نفس الوقت سيد راح عند بيت ميا علشان يشوفها وسالها لو تعرف حاجه عن جين او قدراته، فقالت له ان هي ما تعرفش حاجه عنه. وساعتها سيد اتكلم بجد وقال لها لو تعرف حاجه عن وولد ويدو، لكنها كانت تايهه ومش فاهمه هو يقصد ايه. وسيد استخدم قدراته عليها علشان يخليها تتكلم، وبيسالها تاني عن الوولد ويدو بس ردها فضل زي ما هو. وقبل ما يكمل تحقيقه جين دخل عليهم وسيد اضطر ينسحب بسرعه. ولما ميا فاقت ما كانتش فاكره اللي حصل، وجين سالها عن اللي اتكلمت فيه مع سيد، فقالت له ان هي مش فاكره غير الحرب. وجين حذرها ما تثقش في سيد، وميا استغربت منه وقالت له ان في اشاعات طلع عن سيد ان الناس بتقول ان هو بيعمل تجارب على الناس في الهاين، وكمان بيقولوا ان الضباب الاسود والحرب المئوي بدأوا لما سيد بقى رئيس مكتب الاونياجي. وجين بيقلق اكتر لما سمع الكلام ده وقال لميا تبعد عن سيد، بس هي قالت له ان هي ما تقدرش علشان شغلها كمغنيه، بس عندها ثقه ان جين هيكون دايما موجود علشان يحميها بعد ما قوته ظهرت. وجين قال لها ان الفضل في كده يرجع للقناع اللي هي ادته له. وبعد فتره كين وسيان اتعينوا كالخمس نجوم بعد الاحتفال. وجين دخل بيت كين من غير ما يحس وفضل مستنيه، ولما كين رجع وشافه اتصدم وساله ازاي دخل هنا. وجين قال له ببساطه ان هو عارف كل حاجه عن البيت حتى فين بيخبي كروماته. وجين رواه الاكله اللي عملها مخصوص، لكن كين ما كانش عايز يسمع كلامه. فجين بيطلع ورقه واضحه بتاعته وبيديله ربطه شعره من بتاعه ميا وقال له ان هي هديه. وساعتها كين هدى شويه، وبعد شويه سيان وصلت وجين بارك لهم على انهم بقوا 5 نجوم. والاتنين كانوا مترددين ياكلوه لان هم مش فاهمين هو بيحتفل معاهم ليه، فقال له ما ياكلوا الاول وبعدين يتكلموا. وبعد ما خلصوا اكل جين حكى لهم عن حالته، وبعد كده قال لهم ان هو محبوس في حلقه زمنيه وان هو جاي من عالم تاني. بس كين ما صدقهوش لان هو شاف علامه نجمه بيل فلاور على ايده، وقال له ان العلامه دي بيتختم بيها كل مولود في الهاين من اول ما بيتولد. وجين اتلخبط لكنه قرر ياجل التفكير في الموضوع. وبعدين قال له ان هما لازم يقلقوا من مهاره ال7 خطوات اللي الاوني النهائي هيستخدمها ضدهم في الحرب. وكمان قال له ان الاوني النهائي مش هيكون العدو الوحيد، هيبقى فيه 2 تانيين في المعركه. لكنه طمنهم وقال لهم ان هو هيتولى الباقيين وهم يركزوا على الاوني الاساسي. وبعد الاجتماع كين قال لسيان ان السبب الوحيد اللي خلاه يصدق كلام جين هو ان هو بيطبخ كويس. وقبل ما تبدا الحرب جين راح المقر يشوف سيد بيعمل ايه، ولقاه بيجهز الجسر اللي هيوصله لعالم الاوني. وجين قال له ان هو يعمل كل اللي يقدر عليه علشان يفوز المره ديت. والسيد ابتسم وقال له ان هو فعلا بيتمنى كده، وكلامه خلى جين يشك فيه وسأل له هو كمان مسافر عبر الزمن، بس ملحقش يسمع اجابه لان الحرب بدات واضطر يجوا لساحه المعركه. واثناء ما سيان وكين بيقتلوا الاوني النهائي جين كان بيخلص على الوحوش الصغيره حواليهم، بس قوه الاوني النهائي كانت بتزيد بشكل رهيب وسيطروا على سيان وكين بسهوله من غير حتى ما يستخدم تاثير ال7 خطوات. وساعتها جين لاحظ ان الاوني النهائي عنده مصدر طاقه شبه الشيكيجامي العظيم كده. وجين جه على المكان لكنه في السكه اتنصب له كمان من 2 حاول يخلص عليهم واحد واحد، بس هما كانوا بيغطوا بعض كويس. وقتها فهم ان الحل الوحيد ان هو يضربهم الاتنين في نفس الوقت، وحول سلاحه لحبل كده ومسك واحد منهم وبعدها خبطه في التاني فهزمهم هما الاتنين مره واحده. وبعد ما خلص منهم لاحظ ان سيان وكين بيتبهدلوا، فجوا على معسكر الاوني علشان يدمروا مصدر طاقتهم. وهو هناك حس ان في حاجه غريبه بتحصل في قوته، بس ما وقفش يفكر ودخل على الاوني اللي بيحموا مصدر الطاقه ومسحهم كلهم من الوجود وقطع طاقه مصدر الاوني الكبير. وده ادى فرصه لسيان وكين ان هما يدمروا الاوني الاخير، وده خلى المعركه تنتهي بانتصارهم. بس وهو بيبص وراه شاف مجموعه اوني جايين عليه، وفي نفس الوقت الغزاله بتاعته طلعت صوت غريب وهجم على اول اوني ليه وغرس سلاحه فيه. لكن فجاه الاوني اتحول لكاجيكي والعلامه اللي على ايد جين اختفت ومعاها شكل الشيكيجامي بتاعه كمان. وبعدها على طول كل الاوني بداوا يتحولوا لبشر قدامه وهو واقف مش فاهم ايه اللي بيحصل. وفجاه الشيكيجامي دخلوا المعركه وبداوا يسحقوا الناس، فجين حاول يوقفهم بس سمع صوت سيد خلفه، والسيد مسك ايده ولاحظ ان العلامه النجميه اختفت. وجين حاول يقنع نفسه ان هو بيتهيأ له، بس سيد قال له ان هو غلطان وان اللي بيشوفه ده هو العالم الحقيقي، وسمى ده بالتحلل، يعني العمليه اللي فيها الضعيف بيبقى طعام للقوي. وجين لسه بيتخانق معاه وفجاه سيان ظهرت جنبه وطعنته بالسيف، وبعدها واحد من الشيكيجامي خلص عليه وسحقه. وفي اخر لحظه قبل ما يموت سمع سيد بيقول له هنلتقى في العالم التاني. ولما جين فتح عينيه المره ديت لقى نفسه في الشارع مش على المسرح،
وشاف راجل عجوز وسأله كذا سؤال كده، بس الإجابات الغريبة خلت جين يحس إن الدنيا اتغيرت وجرى على المدينة، ولما وصل لقى كل حاجة مقلوبة حرفيا ومفيش مسرح قدامه، بس عرف إن سيد هو لسه رئيس المكتب. والمفاجأة الحزينة إن كيم مات، وجين كان لسه ماشي في الشوارع بيفكر هو ليه الماضي اتغير، لحد ما شاف فورمية وجوه خلفه ودخل على منطقة الخواف. فجين تتبعه وطلع يشوف فوق، وديت كانت أول مرة يعمل كده، ولا حطام المسرح والمقو هناك، فاتصدم لأن لسه المقو لسه واقف. وجين مش واخد باله إن هو متواقب من شخص غامض لابس أسود، والفور بتاع مية قاعد على طاقيته وهو بيختفي في نفق. وبعد ما وصل جين جوه الضباب ظهر الشيكيجامي واتضح إن هو تابع لكين، وجين فرح جدا لأن هو ما صدقش أبدا إن كين مات. بس المفاجأة إن كين هجم عليه وجين بالعافية نجا من الموت، وكين كان بيدوس على الناس اللي اتحجرت من غير أي وحمة، وجين كان بيصرخ فيه علشان يوقف. وفجأة ظهر الشيكيجامي تاني تابع لسيان وكاجيكي، وجين اتصدم لما شاف الشيكيجامي الاتنين بيحاربوا بعض، وهو ما قدرش يقف يتفرج وهما بيقتلوا بعض كده، فتحول وقع عليهم واستخدم قوته الكبيرة وقدروا يسيطروا عليهم وبيوقعهم على الأرض وبيقول لهم يهدوا شوية. وسيد ظهر في المكان وقرر يوضح اللي بيحصل، وقال لجين إن هو ما بيعرفش يسافر عبر الزمن زي ما هو كان فاكر، وده صدم جين جدا وفضل يزعق له وبيسأله هو ازاي بيعرف مكانه. والسيد كمل وقال له إن هو كمان ما بيسافرش في الزمن، وبيشرح له إن في مئات العوالم المتوازية، والجين هو الحالة الوحيدة المختلفة، لأن كل الناس ليهم نسخ تانية في العوالم ديت، لكن في العالم كله في جين واحد بس. وقال له كمان إن هو ما بيسافرش عبر الزمن، وقال له إن هو بينتقل بين العوالم ديت، وكل ما هو بيكون هيموت قوة غريبة بتنقذه وبتحدفه لعالم جديد. والسيد قال له إن هو بيقدر يعرف مكانه لأنه هو بيشارك معاه ذكرياته من العوالم التانية. وقال كمان إن جين كان عنده القوة ديت من البداية، وفي الوقت اللي بيتكلموا فيه الشيكيجامي رجعوا يتخانقوا تاني. وقتها سيد قال إن عنده القدرة يخلي البشر من العوالم المختلفة يشوفوا بعض كأعداء، وجين قدروا يتحرروا من الموضوع ده لما العلامة اختفت من ايده. وساعتها جين فهم إن سيان وكاجيكي بيحاربوا الشيكيجامي، بس هما في نظرهم شايفين إن الأون خطر، وفي نفس الوقت فهم إن كل الأون اللي كان بيحاربهم قبل كده هما في الأصل بشر. والسيد قال له إن هو حط العلامة ديت على الناس علشان يشيل منهم إحساس الذنب اللي ممكن يحسوه. وجين بيتحول من الغضب وحاول يضربه، لكن الدرع اللي حواليه كان قوي جدا وما كسروهوش. وقتها سيد كشف له إن هو عرف مصدر قوته، وقال له إن مصدرها هو جزيء العالم، وهو نفس الجزيء اللي بيغذي الضباب الأسود. وبعدها أثبت كلامه لما سمح لجين يدخل جوه الدرع، لكنه عطل تحوله. وجين مسك سيد وقال له بغضب عن نواياه الحقيقية، وسيد رد عليه وقال له إن هو بيحاول يبني عالم أحسن. بس الكلام ده استفز جين أكتر وحاول يضربه، لكن سيد تفادى الضربة بكل سهولة. بعدها كمل كلامه وهو بيتكلم عن العالم اللي هو عايز يعمله، وسأل جين لو عصر الهين لسه موجود في القرن ال21. فجين قال له إن هو بقى جزء من التاريخ القديم. والسيد كشف إن هو مش عايز مستقبله يتحدد كده، علشان كده بيقرر يقلل الاحتمالات ديت. وقال كمان إن هو اللي صنع العوالم الموازية ونسقها على نموذج من عصر الهين من 1000 سنة فاتت، وهو بيخلي العوالم ديت تحارب بعض، وفي الآخر هيبقى في عالم واحد بس هو اللي هيفضل. وكمان هيورث التجارب من العوالم اللي انتهت، وبيكرر الدورة ديت طول الوقت وبيسميها بتحلل العوالم. والسيد شرح إن أي عالم موازي بيخسر المعركة بيموت وبيبقى غذاء للعالم المنتصر. وبعدها قال إن هو مش ناوي يوقف العملية ديت، وهدد جين إن هو هيمسحه من الوجود لو حاول يمنعه. وجين اتصاب باليأس لما سمع كل الجرائم اللي السيد عملها، والسيد اعترف إن هو فقد عقله من 1000 سنة، لكن هو مهتم بقوة جين الغريبة ووعد إن هو هيدوسها بجد. وبعد كده جين اترمى في زنزانة، وهو جوه الزنزانة ديت قعد يعيط بحقوقه، لأن هو فهم إن هو قتل ناس كان فاكرها أعداء وشادوا جاله بالأكل. لكن جين رمى الأكل بعيد وهاجمه وقال له إن هو جبان لأن هو ماشي ورا خطط السيد رغم إن هو عارف إن اللي بيعمله ده غلط. وفجأة الشخص الغامض اللي لابس لبس أسود ظهر في الزنزانة، وقبل ما شادو يلحق يعمل أي حاجة اتضرب وفقد وعيه. والشخص ده شايل الطاقية وطلع إنها مية، وجين اتفاجئ وفرح في نفس الوقت. وبعد شوية الأخبار عن هروبهم وصلت لسيد، فقال إن جين هو المفتاح لكل حاجة. وجين وميا هربوا في نفق تحت الأرض، وهناك قالت له إن هي كانت بتراقبه من فترة وشايفة إن هو شخص كويس، واعترفت إن هي عارفة عن تحلل العوالم وعلشان كده عايزة توقفه. وجين اتصدم لما عرف إن ميا جاية من مدينة على القمر من آلاف السنين في المستقبل، يعني هي في الأساس مسافة عبر الزمن جاية علشان توقف اللي سيد بيحاول يعمله. وسمعوا صوت خطوات قريبة منهم فجوه أعمق جوه النفق، وفي الوقت ده سيان كانت بتتبعهم بعد ما الإنذار اشتغل، وبالصدفة عرفت مدخل النفق. وميا بدأت تحكي إن هي أصلا جاية من كوكب الأرض لما البشر اضطروا يسيبوه ويعيشوا على القمر، لكن حتى هناك الأمور ساءت. وساعتها ظهرت فكرة إرسال
عقول الناس لخطوط زمنية مختلفة. وميا اتحمست للفكرة واشتغلت بجد لحد ما بقت مهندسة كبيرة في المشروع، وبالفعل بينفذوا الفكرة اللي بتسمح ليهم يواكموا العقل البشري ويبعتوه للماضي، لكن ده كان بيستهلك موارد ضخمة. وفي يوم من الايام واحدة انانية قررت تنهي حياة الكل وتنهي المعاناة، بس ميا قدرت تزحف لحد الآلة قبل ما تموت وبعتت وعيها للماضي واتولدت في عصر الهين. ومن وقتها وهي بتعيد دورة تحلل العوالم لحد ما قابلت جين. وميا دلوقتي جاهزة توقف كل ده حتى لو ده معناه انقراض البشر في المستقبل. وخدت جين معاها للخرابة وقالت له ان هي فاكرة لما قابلته هنا قبل كده، وكمان وضحت ان هي تقدر تشارك ذكرياتها بين العوالم الموازية زي سيد. وجين قال لها ان سيد برضه عنده القدوة ديت. وميا طلعت قناع ياشا اللي كانت مجهزاها مخصوص علشان جين، لان هو الشخص الوحيد اللي يقدر يوقف سيد. وقالت له ان هي واثقة ان هو الوحيد اللي يقدر يوقف قدامه بقوته ديت. وسألته لو يعرف مصدر قوته، فقال لها ان هو سمع من سيد عن جزيئات العالم. وميا فرحت جدا لما سمعته بيقول كده، وقالت له ان الفور بتاعها مهم جدا. وفي الوقت ده سيد ورجالته لسه بيدوروا على ميا وجين، واتضح ان الفور بتاع ميا عبارة عن جهاز عضوي بيتحكم في جزيئات العالم، ومن خلاله جين بيقدر يتحول. بس ميا حذرته انه هو مش هيقدر يفضل في الحالة ديت كتير، وده لان تحوله بيعتمد على طاقة الفور. وفجأة سيان ظهرت خلفهم، واول ما دخلت الخرابة العلامة اللي على ايدها نورت وقعت على الارض من الالم. وميا قالت ان السبب ان هما متبرمجين ما يشوفوش العوالم المتدمرة. وجين حاول يشرح لسيان اللي بيحصل، وكان عارف ان هي مش هتصدقه بسهولة، فانحنى قدامها بكل احترام وقال لها الحقيقة. وبيشرح لها ان كل الاون اللي كانت بتحاربهم هما في الاصل بشر من عوالم تانية، وطلب منها تفكر كويس لو حصل وشافت حاجة غريبة قبل كده. وساعتها سيان افتكرت الحلم الغريب اللي شافت فيه كين وهو بيصرخ من الالم بعد ما هزموا الاوني. وجين وقف تاني على رجليه وقال ان هو عايز ينهي كل حاجة ويخلي كل الناس عندها فرصة عادلة تحدد مصيرها بنفسها. وميا ابتسمت ووافقت على كلامه، والاتنين كانوا مصممين وخرجوا من الصحراء علشان يحاولوا يوقفوا سيد. وبعد ما مشوا ميا شافت صورة جماعية ليهم كانت واخداها مع كين وميا وجين في احد العوالم التانية وهم في موعد. وسيان اتعصبت جدا وواحد مكتب شالو تتحداه، واول ما شوته فهم ان هي عرفت اللي بيحصل قيدها بسحره وقفل بقها وربط ايدها وقال لها ان اي سؤال تاني ممكن يوديها في داهية. وفي اللحظة ديت صفارة الانذار اشتغلت بتحذر شادو ان ميا وجين قريبين. وجين وميا راحوا لواحد من الابراج الاربعة في المدينة اللي اسمه برج سيرو، وكان فيه نواة طاقة جوه البرج. وميا كانت عايزة يدمروا النواة ديت، وكانت متأكدة ان الابراج الاربعة دولت مهمين جدا لسيد، وده لانهم ليهم دور كبير في الفوضى المئوية. وميا كانت شايفة ان تدمير الابراج هيكسر خطط سيد، ولاحظت ان جين متردد فطمنته وقالت ان محدش هيتأذى لان نظام الدفاع في المدينة هيتفعل لو حصل خطر. واول ما اطمن جين لبس القناع واندمج مع الفار وتحول لوضع القتال. بس قبل ما يتحرك شادو ظهر وهاجمه وقال لجين ان هو مش هيسمح له يدمر برج من الابراج ديت، ودارت معركة قوية بين الاتنين. وشادو كان بيغلب جين بقوته الذهنية. وفي الوقت ده كاشيكي دخل مكتب سيان ولقاها في وضع غريب بسبب السحر اللي مقيدها، فبتنادى عليها علشان يساعدها. وبنرجع على القتال وجين حاول يهجم تاني على شادو، بس الفار خلصت طاقته وفقد وعيه وبيقع على الارض. وشادو وجه نحوه موجة رماح، وميا جرت علشان تحميه واتطعنت بداله. وجين شالها في حضنه وهي بتموت، بس ميا طمنته وقالت له ان ديت مش النهاية لان هي لسه عايشة في العوالم التانية، وشكرته على اهتمامه بيها. وبعدها ماتت. وجين صرخ من الوجع، وقبل ما شادو يهاجم تاني سيان ظهرت وبدأت تشك في كل اللي كانت بتؤمن بيه، وحاولت تكلمه بس فشلت في هاجمها هو كمان. وقبل ما يخلص عليهم الفار استرجع طاقته وبيرجع جين وضع القتال، وصد سيف شادو بضربة واحدة ووقعه على جنب وجوه يدمر النواة. وشادو زعق له علشان يوقف، لكن جين دمره من غير ما يتردد. وشادو اتجنن وقال له انت عارف انت عملت ايه يا غبي انت؟ بس جين قال له ان هو مش فارق معاه، وكان بيصرخ زي المجانين وهو بيقول ان هو هيوقف سيد باي تمن. وبينما جين بيقاتل وبيدمر الابراج سيد عرف فورا اللي بيحصل، وكان عارف ان جين هو السبب. وسيد فهم ان جين قوي جدا فاستدعى شادو علشان يشوف هيعملوا ايه. وجين كمل تدمير الابراج بواحة من غير ما حد يوقفه. وبعدها سيان فاقت في المستشفى وشافت جثة ميا جنبها. وفي الخارج جين كان فاضل له برج واحد بس علشان يحقق اخر رغبة لميا. ولما السيد عرف ان محدش قادر يوقف جين وهو بيهزم الكل بسهولة، قرر يدخل المعركة بنفسه ويحمي اخر برج. وجين وصل البرج والسيد كان مستنيه هناك، وسيد سأله هو ليه بيعمل كده، فجين اعترف ان ده كان طلب من ميا. وبما ان كل واحد فيهم شايف الامور من منظور مختلف اضطروا يقاتلوا بعض. والسيد لبس درعه وجين اتحول لوضع القتال باستخدام الفار كمصدر طاقة. وفي الجهة التانية سيان قابلت باقي الاوني
الاوني وقالت ان هي مش واثقه في سيد لان هو غامض ومريب، وزيو خرج من مخبأه واكد كلامها وقال ان تصرفات سيد فعلا مش طبيعيه، واعلن ان هو هيساعد علشان يعرفوا الحقيقه. والقتال بين جين وسيد اشتد جدا، بس شينو ظهرت في الساحه علشان تنقذ سيدها الشرير. وفي الوقت اللي جين بيقاتل سيد واتباعه، زيو قاد مجموعه الاوني الغرفه السريه، وبقوه كاجيكي قدروا يكسروا الباب. وفي نفس الوقت جين كان محبوس في الضباب الاسود بتاع شينو، واستخدمت قوتها وضربته ضرب متتالي، وحاول يقنعها بالكلام تبطل اللي بتعمله، ولكن فشل وخلاها تتعصب اكتر، وفهم ان مفيش فايده معاها، فركز كل قوته وكسر قيود الضباب. بعد كده دخلوا في قتال جسدي مباشر، وبعد شويه ضرب ومل جين قدر يغلبها جوه عالمها الخاص وطلع منه منتصر. وده صدم سيد جدا لان هو فهم ان قوه جين بقت اعلى من تقنيات اي حد تاني. وفي الغرفه السريه سيان واصحابها اكتشفوا بيانات الفوضى المئويه اللي شغاله بقالها سنين، وده خلاها تتعصب جدا. وبعد ما شينو اتهزمت، سيد وجين قرروا ينقلوا معركتهم للصحراء علشان محدش من المدنيين يتأذى. وسيد بدأ الهجوم واستدعى ال 12 جنرال بتوعه، وكان فيهم شينو وشادو. وجين اتريق على سيد وقال ان هو نسى ان هو كان مسح الارض بجنرالاته قبل كده، بس سيد قال له ان الجنرالات دولت كانوا بيحتفظوا بجزء من قوته، ودلوقتي جاهز يغير قواعد اللعب. وسيد امتص قوه ال 12 جنرال جواه ورجع لحالته القصوى، وفضل واقف في الهوا وبدأ يهاجم جين من بعيد بحاجات بيوميها، وفعلا اصابه جامد. بس جين ما استسلمش وجا ناحيته بكل قوته علشان يخلص عليه بضربه واحده، بس سيد ما استناش وراح قابله في النص بهجوم النهائي اللي متقسم لاربع مراحل. وجين قدر ينجو من اول موجه من الهجمات، لكن بعدها اتضرب واترمى على الارض وبيفقد هيئه القتال بعد ما الفو خلصت طاقته. وسيد استخدم قوته وبيربطه مكانه، لكن جين كان عنيد ومش راضي يستسلم، وقدر يرجع الفو للحياه بعد ما قال له شويه كلام تحفيزي كده ملوش اي معنى. والفو اشتعل تاني من الحماس، وجين رجع للوضع القتالي، وجين بدأ هجومه النهائي. بس السيد المرة ديت كان متعلم من اخطائه وقدر يتعامل مع الهجمات احسن، ووجه لجين ضربة قوية جدا وافتكروا ان هو خلص عليه، لحد ما جين نط فوقيه وضربه رجل في دماغه ووجعته للخلف. والسيد كان بيحاول يستجمع نفسه، لكن جين جمع اخر نقطة طاقة من الفو في قبضته، وبالضربة دي اتكسر دراع السيد، والسيد وقع على ركبته وهو مصاب. وجين فرح جدا ان هو اخيرا اسقط عدوه، ولكن بعدها شاف سيد بوش حزين، فسأله هو ليه عامل كده وكأنه هو البطل، وبيفكروا بكل اللي عمله من كوارث وموت. بس السيد قال له ان هو عمل كده علشان يحقق اهدافه. والسيد حاول يضربه هو حتى ما عندوش اي قوة، بس جين تفاداها بسهولة وهو بيهزقه. والاتنين قرروا بطريقة غريبة ان هما يكملوا القتال بايديهم، بس لحد ما واحد فيهم يستسلم. وفي الوقت ده سيان واصحابها كانوا لسه بيفتشوا في اوشيف سيد، ولو حاجة مرعبة اسمها كارثة اندماج خطوط العالم، ولما فهموا معناها اتخضوا جدا. ومن الناحية التانية جين والسيد كانوا لسه بيتقاتلوا من بعد الظهر لحد ما الشمس بدأت تغرب، ولا واحد فيهم قرر ان هو يستسلم. وجين زعق وقال للسيد كفاية بقى، اعتزل وسيب الشباب ياخدوا مكانك. سيد رد عليه وقال له ان هو نفسه، بس لو عمل كده مش هيقدر يغير المستقبل. وجين قال له ان هو مش هيعرف الا لما يجاوب، وكمان شاف ان السيد اصلا مش فاهم المستقبل كويس. وجين حاول يضربه، بس في اللحظة ديت سيد شاف نسخة اكبر سنا من جين شكلها هي اللي قتلته في المستقبل، وده شتته. وجين بيلاحظ ان هو بقى بطيء وسأله مالك، لكن قبل ما يسمع الجواب سيد وقع على الارض، وجين نفسه كان منهك ووقع جنبه على الرمل. وجين سأله ديت اول مرة تتقاتل بايدك فيها كده؟ والسيد قال له لا، بس بقالي اكتر من 1000 سنة ما عملتش كده. وجين لاحظ عليه الحزن، فبكلامه قدر يفتح قلبه. والسيد قال له ان هو بيعمل كل ده علشان يحمي مستقبل البشرية. وفجأة سيان والباقيين ظهروا وسألوه يشرح اكتر وهو قصده ايه وليه بدأ تجربة عجلة العوالم، وقالوا كمان ان هم عارفين كل حاجة عن كارثة اندماج خطوط العالم. والسيد قال لهم ان هم واضح ان هم اشتغلوا على نفسهم كويس قبل ما ييجوا، وقال لهم كمان ان هم مش هيقدروا يفهموا حتى لو شرح. وقتها وش بدأ ينزل من السماء، واحدة من الوش وقعت على السيد وجسمه امتصها ومسك دماغه من الألم ووقع مغمى عليه. وزيو كاجيكي جريوا عليه يشوفوا ماله، لكنه مسكهم فجأة وطلع منهم طاقة غريبة، وقعوا الاتنين مغميين عليهم. والسيد وقف تاني بس بقى بيتصرف بغرابة. وجين بسرعة فهم ان ميا استولت على جسمه، وجين اتصدم وبدأ يشك في كل اللي كان فاهمه. وميا قالت له ان هي عمرها ما بتموت بجد لان هي رقمية وعقلها متخزن، وقبل ما تعمل اي حاجة دمرت اخر برج، وبعدها عطلت الفار علشان جين ما يعرفش يستخدم قوته ضدها. وبعدين حولت جسم السيد لشكلها الحقيقي وهي بتقول كلام غريب كتير، واتضح ان تجربة السيد هي اللي كانت عاملة لخبطة في خطتها. وفجأة حاجة مرعبة ظهرت في السماء وبدأت تطلق اشعة بتمتص العالم كله، واتضح ان الابراج الاربعة كانوا مانعين ده. وميا ضحكت عليها علشان تخليها
يخليه يدمرهم. وجين كان واقف عاجز وهو شايف كل حاجه بتنهار. وفي الناحيه التانيه سيان كانت بتصلي للحاكم بتاعهم وبتكون مستنيه معجزه قبل ما الدنيا تفنى. وميا قالت لجين ان هي هتستناها في العالم الموازي اللي بعده. وجين فاق في العالم الجديد مع ان هو مش مصدق ايه اللي حصل له، وبص حواليه ولاحظ ان هو عالم تاني خالص. وبدأ يستكشف المكان وشاف قرية كلها مهدومة، بس الغريب ان هو حس ان هي مرت بايام احسن من كده بكتير. وشاف ناس واقفين في طابور طويل قدام شخص، بس كان مش عارف اذا كان ده سيد ولا ميا. وسيد شاف جين جاي وقال ما كنتش متوقع انك هتتبعت تاني في العالم ده. وجين سأله انت سيد ولا ميا؟ فسيد رد عليه وقال له ان هو مش ميا، يعني فعلا هو سيد. وفجأة قوة نور طلعت من ظهر الراجل العجوز وطلعت للسما، والناس بدأت تهمس وتقول ادعية. وجين سأله انت بتعمل ايه؟ فسيد قال له ان العالم ده خسر القرن الشيطاني وان نهايته قربت خلاص، وسماها بالتحجر النجمي. وبيشرح له ان قبل ما العالم يتدمر كل مشاعر الناس وتجاربهم هتنتقل للعالم اللي بعده من خلال الطقس ده. وجين بيسأله وايه علاقة كل ده بعالم ويتل؟ وسيد قال له ان كل الناس اللي هنا عارفين الكلام ده، وهم نفسهم بيطلبوا موت هادي وبيضحوا بأرواحهم علشان تنتقل للعالم الجاي. وجين اول ما سمع كلامه اتعصب لان هو كده بيقتلهم، لكن واحدة من الناس قطعته وقالت له تاخد روحها هي كمان. وجين حاول يمنعها بس هي قالت له ما يوقفهاش، وبعدها الكل اتبعها. ولما السيد خلص راح لجين اللي كان قاعد لوحده ومتضايق جدا. وجين قال له اللي بتعمله ده مقرف، بس السيد طلع الجمله الغريبه بتاعت عيلته اللي محدش بيفهمها غيره. وعلشان كده جين قال له ان هو عايز يسمع القصه كلها منه. والسيد ضحك وقال له انت ساذج جدا، بس شكلك اتورطت في موضوع جد. وبعدين وافق يحكي له كل حاجه. والسيد خد جين على مقبره قديمه فيها اسماء الناس اللي اتضحى بيهم علشان عالم ويتل، وقال له ان القصه بدات من حوالي 1000 سنه في عصر جوهي. وقتها كان معروف كأنوميوجي مشهور، وقابل شخص اسمه ياتو كان رئيس شرطه بيحل المشاكل بالعنف. وياتو ما حبش سيد ولا حب سحره، وكان بيكره الناس اللي زيه. والسيد قال لجين ان الشخص ده بيشبهه جدا في طبع، غشيم وبسيط. ورجع يكمل القصه وقال ان الامبراطور وقتها دعا الاجتماع، وقال ان السيد شاف في تنبؤاته فيضان عالي وهيخرب الدنيا، وعلشان كده بيعينوا مسؤول على النهر ويشرف على مشروع السيطره على الفيضان، مع انهم اصلا كانوا لسه مصلحين السد. بس الامبراطور قال لازم ياخدوا احتياطاتهم. والسيد وقف وقال ان في واحده من رؤاه بتقول ان ضحايا كتير ممكن يحصلوا، فلازم ياخدوا الحكايه بجد جدا. ويات رد عليه وقال ان هو اللي هيتولى الموضوع، وسخر من سيد وقال ان كلامه مجرد تنجيم. وقال كمان ان قريته دايما بتتعرض للفيضانات، فعارف كويس ازاي يسيطر عليها. والامبراطور وافق وعينه، وقال للسيد يجي الموقع يشوف بنفسه ان السحر بتاعه ملوش لازمه. وبدأ الشغل على المشروع، والسيد كان هناك بس مش بيشاور. والموضوع كان ماشي تمام لحد ما حصل زلزال مفاجئ وحاجه السيد ما شافهاش في رؤاه، وبعدها كوارث طبيعيه غريبه بدأت تحصل، فالشغل اتوقف كذا مره واضطروا يبدأوا من جديد. والسيد رجع يتنبأ تاني علشان يعرف الغلط فين، والمره ديت النتيجه كانت أسوأ. وشاف ان الفيضان الكبير ما قدروش يمنعوه مهما عملوا. وراح قال لياتو الكلام ده، والراجل ما استقبلهاش كويس وضربه وقال ان الكلام ده في الفاضي. بس السيد رد بكل هدوء وشرح له كل اللي جربه، وبعدها رجع له البوكس بأدب. وياتو رد تاني وضربه وقال له يحتفظ بيه، وقال له ان المستقبل مش بيتقال، المستقبل بيتواجه. والسيد قال له ان هو صح، بس المره ديت مفيش احتمال واحد للنجاح. فياتو بيعرفه ان مفيش مستقبل ما بيتغيرش وانا هغيره بطريقتي. ورجعوا يشتغلوا، وحتى سيد بدأ يساعد ومتأثر بحماس ياتو. وبعد تعب ايام خلصوا بناء السد. وياتو قال لسيد ان كل حاجه هتبقى كويسه. وفجأة الدنيا قامت وعاصفها استمرت ل3 ايام، والنهر علا جدا بس السد صمد وما حصلش فيضان، والناس فرحت وياتو بقى بطل القريه. وبعد العاصفه سيد شاف وش غريب بينزل من السماء، والويش نزل على النهر وخلاه يتحول لتسونامي ضخم جدا وغرق القريه كلها. وياتو جوه ينقذ الناس وغرق هو كمان وهو بيحاول ينقذ طفل. وبعد الكارثه السيد لقاه ميت ومغروس في خشبه كبيره، والسيد قعد يعيط لان هو كان عارف ان ده هيحصل وما قدرش يمنعه. بس ياتو قال له قبل ما يموت لسه مفيش حاجه اتغيرت، دايما تقدر تغير المستقبل، اوعى تستسلم. وبعدين بيموت. بعدها سيد كمل ابحاثه ولقى طريقه يقوي بيها طاقه العالم حتى لو كانت محرمه، وقدر يصنع 100 عالم موازي، بس دفع الثمن وتعاقب ان هو ما يقدرش يعجز ولا يموت للابد. والقوه بتاعه العالم كانت بتزيد شويه بشويه في الاول بفضل العوالم الموازيه اللي السيد صنعها، بس بعد 5 سنين بدات تنهار واحده والتانيه، وقدر يحافظ على عالم واحد بس، ومنه عمل 100 عالم موازي جديد، بس ملايين الارواح راحت في العمليه ديت. وسنين بعد كده حصلت نفس الكارثه من تاني، وساعتها بس السيد فهم ان العوالم الموازيه ديت مصيرها دايما الانهيار، وسمى الكارثه
ديت كاوسة تلاقي خطوط العالم، كل ما هو بيحصل فيها الانهيار كان بيظهر نور غريب وكمان وش ابيض بينزل من السماء، وده خلاه يحس ان في كيان غامض خلف الموضوع ده، وقدر يخلي التكنولوجيا بتاعه العوالم ديت تنتقل للعوالم اللي بعدها قبل ما تتدمر، وبكده عمر العوالم بقى يوصل ل 100 سنه بالكتير. ومن هنا اتولدت حاجه اسمها القرن الشيطاني. وجين اتعصب جدا وساله ليه بتعمل كل ده لوحدك، ليه ما بتعتمدش على الناس التانية، وكلامه بدا يبقى شبه ياتو. بس السيد قال له ان هو مش عايز يحملهم العبء ده، وقال كمان ان هو حكاله عن كل ده علشان محتاج قوته يحل كل المشاكل ديت، وطلب منه المساعده بطريقه كويسه. وجين ساله عن الكيان اللي بيتكلم عليه، وفجاه ميا ردت وقالت له ان الطائر والزمن العظيم، وقالت ان الكيان ده هو السبب في تلاقي خطوط العالم، وان هو موجود على قمر المستقبل. وقالت كمان ان الطائر والزمن العظيم بيدمر اي مستقبل ممكن يتهاجم فيه، وعلشان كده كل العوالم دي اتدمرت والعالم ده كمان على وشك النهايه. وميا طلبت من جين يجي معاها هي والاتباع بتوعها، بس هو رفض. وبعد كده بص للسيد وبيتفق معاه ان هم ينهوا عالم ويتل، وساعتها السيد بعته للعالم الموازي اللي بعده. وجين ظهر في العالم الجديد، واول حاجه شافها كانت ميا وهي بتوم السيد على المسرح زي العروسه القماش، والجمهور كله هاك كانهم شافوا جون في الدقيقه 90 في كاس العالم. وجين سالهم هما ليه بيشجعوا كده، وواحده من الاشخاص قالت له ان السيد كان بيخلي الناس تقاتل لحد الموت، بس ميا طلعت كانت حكي لهم القصه بطريقتها وخلت نفسها البطله. وجين دخل على العود بنفسه وقال لميا تبطل لان هي نفسها غلطانه برضه. وميا قالت له ان هي فكتهم من غسيل المخ، وان هي ناويه تبني عالم جديد اسمه هاين كاو، وعايزه كمان تعرف عن عالم ويتل. وجين سالها ايه اللي بيخليك تعملوا كل ده، فقالت له الفوضى، هي عايزه اثاره اكتر، علشان كده قررت تعمل عرض خاص بيها وتبقى البطله في النهايه. وجين قال لها ان هو هيوقفها، بس بدل ما تواجهه استدعت 4 كائنات سجنوه في قفص كروي. وجين بص للسيد وقال له انت موافق على اللي بيحصل ده؟ السيد رد وقال له انه رغم ان هو خدعهم بس مش هيسيبها تكسب بالساهل كده، واستدعى سلاحه واستعد للقتال. لكن ميا قالت له ان مفيش فايده لان هي ما بتتغلبش، وبدا القتال بينهم وشكلها هتكسب. بس السيد استخدم قنبله دخانيه خاصه هو حبسها في منطقه تخصه هو، وقال لها ان هي مش هتعرف تهرب، بس هي عرفت ان الحل الوحيد هي ان هي تقتل الطفل الصغير واللي هناك ده. وفي الوقت ده جين لسه محبوس، بس الكائنات اللي كانوا حابسينه فجاه سابوه، وواحد فيهم شال القناع وطلع هو كين. وجين اتبسط جدا ان هو شافه، وكان فاكر ان هو مش هيفتكره، لكن كين فكره وهو له قطعه القماش اللي كان جين مديها له زمان. وكين قال له ان هو مصدوم قد ايه ميا اتغيرت، وان هو كمان ما قدرش يتخلى عن القماشه ديت. وهما بيتكلموا سيان دخلت فجاه وقالت ان الوقت مش مناسب للذكريات، وقالت لجين ان القبض عليه كان جزء من خطه سيد، وان هما كانوا لازم يستنوا لحد ما ميا تتزنق في الضباب الاسود علشان يتحركوا، لان جين جزء اساسي من الخطه. وجين استنتج ان هما اكيد في صف السيد. وسيان قالت له انها بعد ما ميا حررت الناس من نجوم الجواز وحلمت حلم غريب جدا كانت فيه نهايه العالم بتحصل قدامهم وهما مش قادرين يعملوا حاجه، ولما صحت واحد تشوف المكان اللي شافته في الحلم، وبالفعل لقيت كل حاجه مهدومه، بس هناك لقيت جهاز عوافه فيه تسجيل لكاوسه تلاقي خطوط العالم. وكشف كمان عن طبيعه ميا الحقيقيه، وواحد قالت الكلام ده للناس اللي لسه مصدقين ان سيد شرير، وراحوا له يسالوه عن الحقيقه. والسيد قال لهم ان هما من حقهم يغضبوا، بس هو ما يقدرش يوقف دلوقتي. وكين قال ان اللي بيحصل صعب يتقبله بس هو بيحترمه. وسيان قالت ان هي غضبانه برضه، بس سيد بيعاني بقاله 1000 سنه، وعلشان كده بقى واضح المفروض يعملوا ايه، وبيتحالفوا كلهم مع بعض. وسيد شكرهم على انضمامهم ليه علشان يوقفوا الطائر والزمن العظيم. وجين سأل لو عالم الهاين كاو هيختفي بقى اول ما يعرف عن الكيان ده، بس كين قال له ان السيد قال ان العالم ده هو الاخير من المية، وان خطة ميا ان هي تخليه يعيش للابد. وواضح ان ميا قبل كده كانت امرت جين يدمروا ابراج الاربع حكام، والابراج ديت كان فيها نظام مدار فرعي مهم جدا، وسيد كان ناوي يعيد بناء النظام ده باستخدام التكنولوجيا اللي ورثوها من العالم ده. واول ما يحددوا مكان الطائر والزمن العظيم هيهجموا عليه، والكل ده فيه شخص هو المفتاح. وجين والبقيه بيكونوا خلصوا بناء كل حاجه، ولتفعيل النظام محتاجين شويه وقت كمان، وده اللي سيد بيعمله، وهو بيصد ضربات ميا. وميا بتستدعي وحوش شايفه ان سيد وجبتها، بس بطريقه ما بينجو منهم. وجين بيحاول يساعد بس بيوقفوه علشان لو خسروا الخطه كلها هتبوظ، وباين ان سيد مستعد يموت علشان الهدف. ولما ميا كانت هتوجه الضربه الاخيره حد بيقتحم المكان حرفيا، وجين بيخرج من مركبه مستقبليه كده، والسيد بيتجنن ان هو جه وعوض كل حاجه للخطر. بس جين بيقول له ان الكل موافق ان هو يجي ويكون عنده خطه، وعلشان ينفذها لازم يستخدموا قوته
بيموتهم سوا وبيهاجموا ميا، بس هي بتملأ المكان بوشها اللي بيخليها مستحيل تتلمس، واي هجوم بيتغير علشان ما يصيبهاش. والسيد بيقول له ان كل اللي يقدر عليه دلوقتي ان هما يستحملوا، بس جين بيكمل باصرار، وبشكل مفاجئ بيلاقي طريقه يكسر الدرع بتاعها ويلكمها، وده بيصدم ميا وسيد. وجين بيحس ان هو فوق العالم ده، بس ميا بتتلف غروره بالصوت بتاعها وبتديله دوس محترم هو وسيد، وبتخبط الميجا زورد في الارض وبتفجر النواه بتاعته، فالاتنين بيقعوا. وجين بيقول لها ان هي ما بقتش نفس الشخص اللي كان معجب بيها، وميا بتقول له ان هي تحكي له كل حاجه علشان هو مصر بس مش اكتر، وبتقول له ان هي كانت عايشه في المستقبل على القمر وحياتها كانت بشعه جدا، والموارد كانت قليله لدرجه ان حاجات بسيطه زي الميه والهواء كانت قليله جدا. بس هي كانت مهندسه هجوه، فكانت محظوظه شويه، وكانت حاسه ان هي ليها هدف وبتنقذ العالم، فبدات تبحث في تاريخ البشر وده كان ممنوع، وشافت ثقافات وصراعات كتير. لكن فتره الهاين شدت انتباهها اكتر، وهناك بطلت تهتم وقررت تزور فتره الهاين كاي مؤقتا. وهنا بيجي دور الطائر العظيم للزمن، جهاز بيخلي المستخدم يحتفظ بتجاربه حتى بعد ما يزور فترات زمنيه مختلفه، وكانت ناويه تستخدمه علشان ترجع للمستقبل القمري، وبتكتشف ان هي اللي قتلت كل الناس على القمر، وده علشان تنقل عقلها رقميا وتروح لهاين كاو، وكان لازم تخلص من القمر الاول. وسيد بيقول ان هي السبب في كوسه تلاقي خطوط العوالم، وان هي كانت موجوده لما ياتو اتقتل، وهو بيتهمها بالانانيه، بس هي بتقول له ان الغلط عليه هو كمان. الجهاز العظيم قال ان انشاء 100 عالم موازي هيأثر على رجوعها للمستقبل، علشان كده العوالم كلها دي اتمسحت. بس هي فعلا كانت حاسه بالذنب في الاول، ولما سيد خلق 100 عالم اتولدت منها 100 نسخه جديده، وتجاربهم كلهم اندمجوا في عقلها لحد ما الجنون سيطر عليها، وبدات تشوف سيد كعقبه، لكن في نفس الوقت كانت شايفه ان جين كحد لازم تحميه بسبب قوته. وجين بيقول لها ان كل ده ما يهموش، هو بيحبها وكان مصدق ان هي عايزه تساعد الناس، وبتقول له ان هي لسه عايزه كده، لكن طالما هو ناوي يفضل فاشل حزين فهو مش هيختلف عن سيد اللي هو كمان بيدور على رغباته الشخصيه، الاتنين بالنسبه لها بلا قيمه، فبتطلب منهم يوفروا عليها المواعظ لان هم مش احسن منها في حاجه، وبتولعها حرفيا وبتفجر الضباب الاسود وبتدمر الابراج كمان. وجين بيسال سيد لو في اي حاجه ممكن تتعمل، بس سيد بيستسلم وبيقول ان هم خلاص كده خسروا. وسيان بتبكي على تدمير برج جيمبو، وجين بيضغط على سيد علشان يفهم اللي قاله، هو مش مصدق ان هم خسروا، لكن سيد بيقول له ان ميا سهل تفلت كده من غير وضاه والفوز مستحيل. وميا بتعمل حاجز سجن وبتعذب جين وسيد، بس جين لسه مصمم ان هما ما خسروش، وميا بتسميه خاسر عنيد وبتحاول تخلص عليه نهائيا بالسيفين بتوعها، ولكن سيان بتتدخل في اخر لحظه وبتنقذهم بلقطه زي صد هدف في كاس العالم كده. وميا بتقول لها ان هما ما يستحقوش الحمايه، وبتعرض عليها تنضم ليها في عالم هاين كاو، بس سيان بترفض وبتقول لها ان العالم ده مش بتاعها. وميا بتفجر المكان كله بانفجارات ضخمه، وسيد بيفوق وبيلاقي سيان بتتخانق مع ميا، فبيقولها تقتله هو بدلها، بس ميا بتختار تعذب الاتنين وبتلعنه بموت قاتل، بس ما يموتهوش لان هو خالد، وبتكمل تخنق سيان وبيقول له يتحدوا علشان يوقفوها، وبيتحدوا فعلا. وجين بيلبس بدله شبه وحش نهائي اسطوري كده، وميا بتتصدم ان الفار خانها وبترمي سيان بعيد، وجين بينط عالي علشان يهاجم، وميا بتستخدم الوش بتاعها كالعاده علشان تبطل الهجوم، لكنه بيخترقها وبيصيبها فعلا، وهي بتسيب سيد من كتر الصدمه ومش مصدقه ازاي ده حصل، لان المفروض ان وش ده ما يتمش اختراقه ابدا، وبتستدعى اسلحتها وجين كمان، وبيبدا القتال بينهم وبيكون قتال عنيف، وسيد بيوقع علشان يعالج سيان، وبعدها بيبص على جين ومش فاهم ازاي هو قدر يضربها، لان المفروض ان اي هجوم احتماله بيتمسح، وبيفتكر كلام ميا لما قالت ان جين شخص لازم يتحمى بسبب قدراته، فبيفهم ان جين عنده قدره على تغيير الاحتمالات هو كمان، وبيكمل علاج سيان، وبعدها بيتصل به كين، وسيان بتفرح لما بتشوفه عايش، بس كين بيعتذر علشان ما قدرش يحمي وضعه الفضائي بالكامل. ومع كده عنده خبر حلو لانهم قدروا يحددوا مكان الطائر العظيم الزمني، وده حصل قبل ما وضعه يتدمر ومعاه الاحداثيات في جهاز التنبؤ بتاعه. وسيد بيقول له ان هو عمل شغل ممتاز، وبعدين بيطلب من سيان تروح له عند البرج، وهو كمان بيروح ينضم للقتال مع جين، وبيوصل في اللحظه اللي ميا كانت هتنهيه فيها، وبيستخدم تعويذه خاصه بتشيل حواقتها في عالم نفسي، وبيقول لها ان هو لسه مألفه دلوقتي علشان مش هيقدر يقتلها. وجين بيفرح جدا لما بيسمع ان كين نجح، وسيد بيطلب منهم يروحوا له فورا وهو يحاول يشغلها شويه، وبينطوا في البوابه، وميا بتكون ندمانه ان هي ما قتلتهوش الاول، بس قبل ما تعمل اي حاجه سيد بيوجعها من تاني للضباب
التراب الاسود. وجين وسيان بيوصلوا فوان عند كين اللي قاعد وبيوههم احداثيات الطائر العظيم الزمني، بس بيقول لهم ان هو موجود في بعد تاني بعيد عن متناولهم. وبيدي هو الجين اللي على طول بيتواصل مع السيد عن طريق الوعي اللي رابطهم ببعض. والسيد بيقول له ان هو دلوقتي فهم قوته، وبيشرح له ان هو عنده القدره ان هو يخلق النسخه من نفسها اللي هو عايزها، وبيفكره بكل ما هو استخدم قوته قبل كده. وجين بيأدرك ان هو دايما كان متأثر جدا وقتها. والسيد بيقول له ان هو لما بيواجه صعوبه بيخلق احتمال ان هو يتغلب عليها، وان السفر بين الابعاد واحد من الاحتمالات دي. ودلوقتي كل اللي عليه ان هو يتخيل نفسه بيواجه الطائر العظيم الزمني علشان يقدر يحقق الاحتمال ده. وجين بيفهم الرساله وبيطلب من الفور بتاعه المساعده تاني، وبيحدد مكان الطائر العظيم وبينتقل هناك وبيتحداه في قتال. وفي الوقت ده سيد لسه بيواجه ميا، وهي بتقول له ان مفيش امل يفوزوا، لكنه بيرد ان مفيش امل يخسروا برضه. وفجاه كين وسيان بيهاجموها من فوق، بس ميا بتبطل الهجوم، ومع كده بيكملوا الهجوم بتاعهم. ولما ميا بتمنع كل حاجه سيد بيقدر يضربها، وهي بتستغرب ازاي. وسيد بيقول لها ان ده علشان جين بيواجه الطائر دلوقتي، وده بيشغل الطائر عن حمايتها. وجين بيحاول يضرب الطائر العظيم، بس بيستخدم حركه الويش وبيبطل الهجوم وبيبدا يضرب عليه. ومع ان جين بيتفادى اغلب الضربات دراعه بيتصاب وبيختفي. وسيد وسيان وكيم بيكملوا قتالهم مع ميا، وهي قويه زيهم بالظبط. ونرجع لجين اللي بيجهز هجوم ضخم بعدها بيتفادى كل الضربات وبينقض عليه، بس مهما حاول الهجمات بتتبطل وجسمه بدأ يختفي تدريجيا. والطائر العظيم بيستخدم وابل من الطلقات علشان ينهيه بيها. وجين بيعتذر لسيد ووش بيوجع لميا في معركتها. وجين وهو بيقع بيفكر اذا كانت ديت نهايته فعلا، بس بيشوف ذكريات كل الناس اللي قابلهم وكلامهم بيوجع في دماغه، وارواحه اللي ماتوا بتظهر حواليه في شكل قوات نور وبتبدأ توجهه للحياة من تاني. وبيشوف صور كل الناس اللي بيحبهم صحابه واهله، وبيستخدم المشاعر ديت كقوة جديدة. وبيقوم تاني بشعار جديد مفيش استسلام في المستقبل، وبيخلق نسخ كتير من نفسه وبيهجم على الطائر العظيم الزمني بكل الاحتمالات اللي يقدر عليها. والطائر بيحاول يدافع عن نفسه، بس بيبدأ يتحرق من كتر عزيمة جين. وجين بينط عالي وبيوجه له الضربة الأخيرة اللي بتدمره بالكامل. وفي نفس الوقت سيد وسيان وكيم بيجمعوا قوتهم وبيضربوا ميا بهجوم نهائي، وبينجحوا يقضوا عليها وبيوجعوا للهاين كايو، وميا متدمرة بشدة. والسيد بيقول ان هو مش حاسس بأي قوة منها، يعني خلاص هي ما عادتش خطر تاني. وجين بينزل من السما حرفيا وسيد بيهنيها على القتال، وبيروح لميا اللي بتسأله ليه لازم تنتهي كده، فبيرد عليها ان هي كانت لوحدها وبتحارب لنفسها فقط. وبيقول لها ان الحفلات والغنى مش لازم يكونوا لنفسها، المفروض تغني علشان الناس اللي بيشوفوها، علشان الدعم مش علشان الأنانية. وبيقول لها ان هو مش عايز يسيبها وبيتمنى مستقبل يكونوا فيه سوا. وهي بترد عليه وبتقول له ان المستقبل ده ممل جدا ومش فارق معاها لان هي مش هتكون موجودة. وجين بيقول لها ان المستقبل مش مكتوب ومش هتقدر تحكم عليه، وهو عمره ما هيستسلم. وبتسميه غبي وبتقول له يمكن المستقبل ده فيه زمن تاني وبتموت. وجين بيعيط وهو شايفها ميتة، وبيقول ان هو هيفضل محافظ على وعده. وسيد بيقع فجأة وبيقول ان وقته جه وان كاوس التلاقي خطوط العالم خلصت، فدلوقتي يقدر يموت اخيرا ويسيب تلاميذه يعيطوا عليه. وبعد سنة جين بيكون فاتح محل رامن وبيسأل كين وسيان امتى هيتجوزوا، فبيتوتروا شوية كده لانهم لسه لحد دلوقتي مش مرتبطين. وبعد 1000 سنة الأونياجي بيتطوروا جدا وبيبقوا بيقبضوا على الاشرار بكل سهولة. واخيرا جين بيلاقي نسخة صغيرة من ميا وبيوفوا بوعده ان هو هيحميها في الاخر. هنا بينتهي الانمي بتاعنا. وقبل ما تطلع من الفيديو لا تنسى الصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والتسليم، وتنزل تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الاشعارات علشان يوصلك كل جديد. ويلا سلام.